جمهور النادي الاهلي يتحمل ان يستروب يقعد امام عاشور دكه؟ حد هيسمح ليستروب ان يقعد امام عاشور دكه؟ استحاله. الفتره اللي كان غايبها امام عاشور هي اجمد فتره قدمها يستروب مع النادي الاهلي. الفتره اللي كان متصاب فيها امام عاشور هي اجمد واقوى فتره ادى فيها يستروب اداء مع النادي الاهلي، وقدم احلى اداء بزيزو وبن شرقي وتريزيجيه. امام عاشور في نص الملعب واكل نص الملعب، واكد كل الكوره، كل الكور اللي احنا ممكن بنهاجم بيها وتبقى خطر ونجيب منها جوان، ومموت اللعب. طول ما الكوره في رجله بيدي وقت كبير للهجمه، وقت سلبي، مش وقت اللي هو انا واخد الكوره وفي انتشار جيد وبباصي هنا وبعمل جمله هنا. لا لا لا، هو واخد الكوره لوحده وداخل بياخد، يقابله واحد يحاول يعدي ما يعرفش، يجي عليه الثاني، يجي عليه الثالث. انت لو لعيب جماعي ولعيب بتلعب للفرقه مش لنفسك كنت تباصي. ما انت عندك ثلاثه جايين، فانت عندك ثلاث لعيب جايه من بيوتها، فاتوجدت ثغرات. العب بقى لتريزيجيه، طب العب لبن شرقي، طب قدم جنبك مروان عطيه العب له. لا، انا هاخد الكوره انا واروح اجيب جول، وما بيعرفش يجيب جول. فاللعب الفردي ده، الروح اللي فيها النادي الاهلي دي كلها، كل الروح دي كان بيعاني منها نادي الزمالك في وجود امام عاشور وفي وجود زيزو وفي وجود اللعيبه اللي من النوعيه دي. كنت تشوف نادي الزمالك عنده لعيبه جامده جدا، بس هي لعيبه فرديه، هي لعيبه مش جماعيه. والنادي الاهلي على مدار تاريخه هو نادي جماعي. يعني الاهلي كان بيقابل نادي الزمالك بكل نجومه، بكل العظمه اللي فيه، بكل اللعيبه المهاريه اللي فيه. اللعيب المهاري ده فيه ميزه حلوه قوي، ان هو بيمسك لك كرة بيمسك لك الكرة في المباراة وبيستحوذ لك على الكرة وبيعمل لك شغل حلو وتقعد تسقف وتقول الله لعيب جامد. لكن الجزء السلبي بتاعه ان هو اناني. فتيجي في ماتش النهارده زي طلائع الجيش، كان لازم اول تغييره تتعمل كان يطلع تريزيجيه، يطلع امام عاشور. اول تغييره كانت لازم تحصل في النادي الاهلي النهارده كان لازم يطلع امام عاشور، مش حد تاني. فطول ما انت سايب امام عاشور في الملعب، طول ما انت هتاخد منه الاداء ده. امام عاشور عنده كده بس ما عندوش اداء تاني؟ لا، عنده. ودي الحته اللي لازم يتخصم منها ويتحاسب عليها امام عاشور. انت بتعرف تلعب جماعي، ليه مختار تلعب فردي؟ انت بتخاطب الجمهور كده، انت كده عايز بعد الماتش الجمهور يطبل لك على السوشيال ميديا وبوستراتك تنزل واحلى كلام تسمعه. لكن انت جماعي؟ لا. اقول لك على حاجه، قارنه كده بكابتن حسام غالي. حسام غالي كان امهر لاعب في الاهلي وامهر لاعب لعب في مركزه في تاريخ مصر، انا اشهد بكده. لكن كان لعيب اناني؟ لا. الكرة اللي كان يرقص فيها عشان خاطر تطلعه من ورطه في نص الملعب كان بيرقص ويعدي ويسلم لزميله. النهارده امام عاشور عايز الكرة في رجله، لا بيسلم لحد ولا بيباصي لحد. ودايما لما الكرة بتجيله عند 18 اول قرار بياخده ان انا اعملها في الزاويه البعيده. لكن يفكر يعمل عرضيه، طب يفضل يبص اللي جنبه. ما انت خلاص، ما انت اتسدد قدامك. النهارده كام كوره اتسدد؟ دفاع طلائع الجيش عمل ستاره قدامه، طب يبص اللي جنبه؟ لا، يهوش، يعمل نفسه هيهوش ويروح داخل تقطع منه. فكارثه النادي الاهلي النهارده وفي الاداء اللي بيأديه الفتره دي كلها امام عاشور، مش حد تاني. وما تتخدعش ورا كوره جري شاطها جت جون لا، مش ده اداء امام عاشور اللي انت كجمهور اهلي متعود عليه. مش ده امام عاشور، ولا دي الروح، ولا ده الاداء بتاع امام عاشور. امام عاشور بيقدم نسخه بهتانه، نسخه يعني اول مدافع انت بتقابله في الخصم ايا كان الخصم هو امام عاشور. امام عاشور بقى بيلعب ضدك مش معاك. ليه؟ بياخد الكرة ويروح يديها له. النهارده تريزيجيه عامل كل حاجه في الملعب، عامل كل حاجه. وسيبك حتى من عامل انه مش موفق ولا كده، بس تريزيجيه طول المباراه مش ساكت، مش همدان، مش بيجري ورا كل كوره، بيقفل على كل كوره، حتى لو كوره مش ليه اهو بيحاول. انت شايفه في الملعب بيحاول. بن شرقي عظيم جدا، عظيم جدا الفتره دي. النتائج ما تخدعكش، بس بن شرقي الفتره دي بيغل في الملعب. في لعيبه بتغل في الملعب وفي لعيبه ولا في دماغها. امام عاشور لعيب ولا في دماغه، النهارده ديانج لعيب ولا في دماغه، خط الدفاع بتاع النادي الاهلي ولا في دماغهم. كل النادي الاهلي بقى معتمد دلوقتي انا عايز انا اللي اجيب جول. لكن الجونين اللي دخلوا في النادي الاهلي دول يدخلوا في مركز شباب. محمد هاني اتفرج على التغطيه بتاعته كده والكره بتتلعب عرضيه في الجون الثاني، المهاجم قدامه ولعب الكره وراه وهو بيجري. دي تغطيه مدافع اكبر نادي في افريقيا. فالنادي الاهلي الاداره محتاجه تراجع اللعيبه
قبل المدير الفني. المدير الفني اللي يتاخد عليه ان مثلا انت محمد الشناوي مش في الفورمه بتاعته، ليه بيلعب على مصطفى شوبير؟ محمد الشناوي 5 من 10 على الكوره اللي طلعها النهارده من محمد عاطف، كانت هتبقى 3-1 وكانت هتبقى نتيجه تقيله قوي على الاهلي، خصوصا ان دي مباراه ما حدش متوقع ان الاهلي يتهزم فيها او حتى يتعادل. انت بتلاعب الفريق ال 17 ولا ال 16 انه يكسبك وانت المركز الثالث وبتبعد من المنافسه، يعني كده الزمالك ليه عليك ماتش وبيراميدز كسب النهارده، فانت بقيت ثالث ولاعب مبارياتك، انت مالكش حاجه مؤجله. محمد هاني 3 من 10. 3 من 10 دي عشان انت ركبت الاتوبيس وغيرت اللبس ونزلت الملعب، لكن انت جوه الملعب محمد هاني ما بيأديش. احنا عارفين محمد هاني الفتره اللي بيبقى عظيم فيها وبيأدي كوره كويسه، والفتره اللي بيبقى مش في الفورمه فيها، هو الفتره دي مش في الفورمه، فواخد 3 من 10. ياسر ابراهيم 4 من 10. محمد هادي رياض 3 من 10، لعيب مبشر. بس النهارده خط دفاع النادي الاهلي مفيش واحد هيشيل دفاع، هي الدفاع ده بيبقى منظومه متكامله من اول نص الملعب، من اول الفيرود لحد حارس المرمى، دي كلها منظومه دفاعيه. طبعا يتسال عن جزء منها المدير الفني، بس انت شايف ان اللعيبه نفسها جوه الملعب الفرقه فكه خالص، فمش لا انت قادر تلوم المدير الفني على كل الاداء ده، لان حتى لو انت معاك مدير فني سيء اللعيبه جوه الملعب لازم يبقى لها شخصيتها. يعني انت هتعلم النهارده مروان عطيه يعني ايه نص ملعب، هتعلم النهارده بعد التاريخ ده كله ياسر ابراهيم وبالعمري ومحمد هاني ورياض وهادي رياض، هتعلمهم يعني ايه، ازاي يدافعوا، ازاي يقفوا على خط واحد، ازاي نبقى منظومه دفاعيه مع بعض؟ اكيد لا. بالعمري 5 من 10، هو الوحيد اللي كان من خط الدفاع النهارده. بالعمري 5 من 10، هو الوحيد اللي كان من خط الدفاع النهارده، عامل جبهه مع تريزيجيه وبيتقدم لقدام وبيلعب عرضيات وكورته سليمه، لعيب كورته سليمه قوي وعارف واجبات مركزه، يعني هو النقطه المضيئه الفتره دي في النادي الاهلي بالعمري بصراحه. مروان عطيه 5 من 10. النهارده نص الملعب كان متاخد، بس مروان عطيه ضاغط في كل كوره، موجود، حاسس بوجوده، عامل فرق في نص الملعب. ديانج 3 من 10، النهارده اداؤه بهتان جدا، مش ده ديانج اللي انا عارفه، هو كل النادي الاهلي اداؤه بهتان جدا، بس ندي اللعيبه حقها. امام عاشور 0 من 10. انا استخسرت اديك واحد على كام جمله جوه الملعب كنت المفروض تعملها، تبقى البدايه من عندك وما عملتهاش واننت الكره وخدتها لنفسك، فبقت بترد على النادي الاهلي بمرتدات خطيره جدا، فانت كنت السبب النهارده. السبب الرئيسي في اداء النادي الاهلي البهتان هو امام عاشور. تريزيجيه 5 من 10، بيحاول على كل كوره، حتى لو هو مش في الفورمه بتاعته، بس انا شايف ان اللعيب ده مش بخلان بنقطه عرق على الفرقه. بن شرقي 6 من 10، كل كرة من رجله خارجه سليمه، ما فيش ميس باص، قليل جدا الميس باص بتاعه. فكره ان انا هبدا الكرة من عندي وانت الفرقه تشتغل، ان هو عمل اللي عليه، لكن ان الفرقه ما تشتغلش دي مش بتاعته. انا شايف ان النهارده هو عمل كل حاجه صح بصراحه. اوتاكا مهاجم النادي الاهلي 4 من 10. انا شايف ان النادي الاهلي ما عندوش فيرود، النادي الاهلي ما عندوش فيرود وما عندوش كابتن في الملعب، ما عندوش كابيتانو، ما عندهوش حسام غالي، ودي نقطه عظيمه جدا كانت في النادي الاهلي على مدار التاريخ. كان عندك دايما كابتن حسام غالي، قبله كان عندك ابراهيم وحسام حسن، كان عندك حسام عاشور، كان عندك لعيبه كتيره جدا بتشتغل شغله الكابيتانو. انت لو تسمع محمد بركات مثلا، محمد بركات اللعيب الاسطوره، وهو بيقول لك احنا كنا بنجري عشان حسام غالي ما يزعقش. النادي الاهلي محتاج الشخصيه دي، النادي الاهلي محتاج لعيب بالشخصيه دي، وطول ما النادي الاهلي بالاداء ده، الاداء الفردي ده، عمرك ما هتاخد بطوله، لو خدتها هتاخدها على استحياء. ففكره ان انت بتلعب النهارده مباراه قدام الفريق 17 ولا 16 في الدوري ولعيبه مش قادره تجز، لا لازم نسمع عقوبات اسطوريه، لازم نسمع عقوبات، لازم اللعيبه دي يتوقف مستحقاتها، ولازم يتشدوا شويه، لا مش يشدوا شويه، يشدوا شويه كتير.